تقام اليوم في مونديال كأس العالم 2026 واحدة من أقوى مباريات كأس العالم للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وتجمع منتخب البرازيل مع منتخب المغرب اللي سبق وتواجهوا وجها لوجه في 3 مباريات تاريخية. في الأولى انتصر المنتخب البرازيلي بهدفين نظيفين وكانت مباراة ودية. في الثانية أقيمت في كأس العالم في عام 1998 وانتصر المنتخب البرازيلي بثلاثية نظيفة. وفي الثالثة كانت مباراة ودية في طنجة، وتمكن من خلالها المنتخب المغربي من تحقيق فوز تاريخي على البرازيل بهدفين مقابل هدف، بعد أن حقق إنجازا فريدا للكرة العربية بتأهله إلى دور الأربعة في مونديال قطر 2022. وهنالك قيمة مضافة للمنتخب المغربي قد تغير موازين مباراته المرتقبة مع السامبا لصالح أسود الأطلس، وهي أنه منتخب المغرب توج العام الماضي لأول مرة في تاريخه بكأس العالم للشباب بفوزه في النهائي على منتخب الأرجنتين بهدفين نظيفين مع الرأفة والرحمة.